السلام عليكم ومرحبا بكم في مطبخ ماما نادية. نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير وفي احسن الظروف. يوم جديد ووصفه جديده. اليوم غادي نتقاسم معكم دوازتاي بدون زبده اللي كيوجد في 10 دقائق، تيجي هشيش ولذيذ. كنتمنى يعجبكم، وإلا عجبكم ما تنساونيش من دعواتكم الزوينه وملي لايك والاشتراك في القناه والضغط على الجرس ليصلكم كل جديد. يلا ندوزو للمقادير مع طريقه التحضير. بسم الله. غادي نحتاج 2 بيضات، كاس ديال الزيت، كاس ديال سنيده، كاس ديال النشا، واحد قشور ديال الحامضه وعصير ديال نص حامضه، قبيصه ديال الملح، كيس ونص ديال الخميره ديال الحلويات، والدقيق حسب الخليط. في واحد الاناء غادي نوضع البيض، سكر حبيبات، زيت، ماء مبشور ديال الحامضه، وغادي نعصر حامضه بهذا الشكل هذا، عاد نص حامضه عفوا، واحد القبيصه ديال الملحه، صافي. ونخلط المكونات مزيان، من الاحسن البنات السكر حبيبات يكون رقيق. حلوه ساهله البنات بصح كتوجد. نبقاو نخلطوا البنات حتى نحسوا بالسكر الحبيبات داب. صافي نزيدو كاس ديال النشا، نبدا نضيف الدقيق، بسم الله. نضيف الكاس الاول، خميره حلويات، كيس ونصف، والدقيقه البنات غادي نعبروا معكم بكاس ديال العنبه، وغادي نشوفوا شحال غادي تهز لينا من كاس ان شاء الله. الكاس الثاني، ونضيفوا الدقيق تدريجيا البنات. تنعرفوا الحلوه ديال الزيت راه ما تاخذش الدقيق بزاف، خاصنا ما نقصحوهاش باش ما تجيناش قاصحه، تجينا رطبه. ونسيت البنات الكاس ديال النشا اللي زدنا راه تتجيب الحلوه هشيشه ورطبه.
الكاس الثالث نزيدو بالتدريج. صافي دابا نستعمل يدي باش نعرف القوام ديال العجين. والكاس الرابع. البنات عندي انايا البيضات كبار، نتوما حسب حجم البيض ديالكم. ها هي العجينه البنات كيفاش كيكون القوام ديالها. راه كتكون مازال كتلصق شويه في الليل. حطيتها فوق سطح العمل باش نتحكم في الدقيق اللي غادي نزيد. من بعد 4 الكيسان اللي ضفت ليها حطيتها فوق سطح العمل. دهنت شويه سطح العمل بشويه ديال الزيت وضفت ليها 2 المعالق 4 الكيسان و2 معالق ديال الدقيق. هذا هو القوام ديالها كيفاش كتكون رطبه بزاف بزاف. صافي دابا ندوزو نشكلوها. بسم الله. خديت اللاطه ديالي ودرت ليها الورق ديال الطبخ وغادي نكور الغريبه بهذا الشكل هذا. بسم الله. تقريبا غادي ندير فيهم شي 21 غرام. نضغطوا عليها شويه. صافي غادي نستمر حتى غادي نكمل ونرجع معكم. صافي والتزيين غادي نزينها كاوكاو. بسم الله. ضغطوا عليها البنات مزيان. في هذه الاثناء هذه راني نمشي على الفران على 150 درجه 150 160 من الفوق. غادي ندير العافيه من فوقها تشقق شويه وغادي ننزلها لتحت ان شاء الله. ثم البنات من بعد ما دازت 5 دقائق حليت الفران وضغطت على الحبات ديال الكاوكاو باش ما تطيحش لينا من الغريبه ديالنا. وهذا هو الشكل النهائي ديال دوازاتاي اللي تقاسمت معكم. تيجي على هذا الشكل هذا، تيجي رائع رائع بمذاق الحامض. نقسم معكم. كنتمنى يعجبكم، ولا عجبكم ما تنسونيش بدعواتكم الزوينه. وما بقى لي الا نقول لكم دمتم في رعايه الله، والى اللقاء في وصفه قادمه ان شاء الله.